من علامة الزائد دي بنختار الفيديو اللي احنا عايزينه، وبكده يبقى احنا نقدر نشتغل عليه. من علامة الفلتر دي بنختار الفلتر، وافضل فلتر حد يعني رشحه اللي هو بابل جام ده هنختاره دلوقتي. لو عندك من علامة المزيكا دي بنختار الساوند، نختار حاجة اسمها ايبك سينماتيك. وبعدين من علامة الصوت هنا نوطي الصوت نخليه في رينج 7 أو 9 عشان يبقى مجرد حاجة في الخلفية. لو عندك شركة أو مصنع أو نشاط. لو لقينا الفيديو بطيء شوية نقدر نسرعه نخليه 1.1 أو 1.2 حسب ما احنا نشوف الدنيا فيها. لو عندك شركة أو مصنع أو نشاط تجاري مني. لو عايزين نقطع حاجة كده ولا كده علامة سبلات بنقطع عندها وبنحذفها بعدين. بعد كده من علامة السي دي بنختار الكابشن عشان نحط الكلام. بعد كده نسيبه يحمل ونراجع على الكلام برضو، لأن مش دايما الكلام بيطلع صح، ممكن حرف ناقص، كلمة ناقصة، حاجة زي كده. فاحنا نراجع برضو على كل حاجة ونعمل تعديلاتنا عليها لو مش متظبطة. لو عندك شركة نقدر برضو نوسطن الكلام أو نحطه هنا أو نرفعه فوق براحتنا، نقدر نعمل كده، نتحكم في كل حاجة. لو عندك شركة أو مصنع لو عندك شركة أو مصنع أو نشاط تجاري وعاوز توفر وقت ومجهود في التقارير والتسويق والمتابعة، الذكاء الاصطناعي بقى أداة تستفيد منه، بيبقى أداة أساسية تقدر تستفيد منه. تابع الصفحة واعرف ازاي تستفيد. وفي الآخر خالص منه. بتدوس نيكست من فوق بعد ما تتأكد إن كل حاجة تمام، بيبدأ يحمل. وبعد ما بيحمل خالص بندوس على حاجة اسمها الداونلود، لأنه لو حمل وما دوستش على الداونلود فهو مش هيتسجل أو مش هتسيف عندك في الموبايل بتاعك. داونلود لو اللي عندك من تحت شركة دي، أيوة دي. أو